هنتكلم عن حاجات النيش طبعا. ولما بنتكلم عن حاجات النيش او اطقم النيش، اول حاجه بتيجي في بالنا طقم الصيني. ايه هو طقم الصيني اصلا؟ طقم الصيني يا جماعه ما اسمهوش طقم صيني، هو اسمه طقم سفره. طقم سفره اتعمل اول لما اتعمل عشان خاطر احنا نقدمه على السفره ونقدم فيه اكل. لكن احنا كمصريين قلبنا الموضوع وخليناه، عملنا له دولاب كده اسمه نيش، وبدانا نحتفظ بيه مدى الحياه وما بنطلعوش، علشان خاطر بيبقى حفظا للتراث وعشان خاطر غالي وما يتكسرش. لكن هو فكر خاطئ خالص. طقم الصيني هو عباره عن بورسلين حراري، فبالتالي احنا ممكن نستخدمه ونحطه على النار ونحطه في الفرن ونحطه في الميكرويف. حتى لو رجعنا للمسلسلات او الافلام القديمه هنلاقي طقم الصيني هو اللي بيتقدم، اسمه طقم سفره. احنا ليه قلنا طقم صيني؟ لان هو نسبه ان احنا ما كناش بنستورده غير من الصين بس، يعني ما كانش فيه صناعات ولا استيراد من دول تانية غير الصين، فعلشان كده بقى اسمه طقم صيني. لكن هو بقى ايه عباره عن ايه الطقم الصيني؟ طقم الصيني في منه حاجتين، طقم صيني كامل وفي طقم صيني نص. طقم الصيني الكامل يا جماعه عدد الاطباق والكوبايات والفناجين اللي انتم شايفينها دي بيبقى 12، لكن السلطانيه واللبانه والسكريه والبراد دي بتبقى قطعه واحده. ايه هو بقى النص؟ النص بدل ما بيبقوا القطع اللي هم 12 بيبقوا 6، لكن الحاجات الثوابت دي بتبقى واحده. طب ليه عملوا نص؟ نسبة لغلاء الأسعار، وإن بقى في أسعار عالية جدا، فبالتالي الناس ما بتقدرش تشتري طقم كامل فبتشتري نص طقم. وكمان ليه ميزة، إيه هي بقى الميزة؟ إن إحنا النهاردة بقينا نجيب عدد أطقم كبير، يعني بنجيب طقم صيني وطقم فطار وطقم أركو بايركس وطقم أوركوبال، فأصبح عدد الأطباق كتير جدا. فبالتالي الأصلح والأحسن ليكي كعروسة إن أنت تشتري نص طقم، ما تشتريش طقم كامل. اهم حاجه في طقم الصيني ان هو يكون طقم بورسلين. طبعا في ناس بتدور على الطقم الخفيف وناس بتبعد عن الطقم التقيل. انا هقول لك على حاجه، تقيل او خفيف في تلك الحالتين نقيه يكون بورسلين. يعني ايه بورسلين؟ يعني يكون طقم عملي معاك يتحط على النار ويخش الفرن. طبعا احنا عندنا صناعات مهمه كتير جدا، بس البورسلين اهم حاجه فيه مواصفاته. طبعا مع اختلاف كل الاشكال اللي من طقم الصيني، بيفضل طقم الصيني بالنسبه للعروسه او للاسره او للبيت المصري هو طقم مقدس بيتحط في النيش. ده كده طقم الصيني. اما تاني طقم معانا وهو طقم الفطار. طقم الفطار او البعض اللي بيسموه ملك النيش عشان خاطر بتبقى اشكاله حلوه وبتبقى اكتر خزف اكتر زخرفه، بيبقى مدهب فيه ايا كان اشكاله. طبعا في شكل الغزاله، في الموديلات الكلاسيك، في الموديلات المودرن، في اشكال كتير جدا. فبالتالي احنا بنجيبه هو عباره عن 24 قطعه، 6 اطباق، طبق كبير براد بالغطا بتاعه، لبانه سكريه، والفناجيل بتاعه الشاي. المفروض ان طقم الفطار ده بيستخدم الصبح، نجيب طبق الجاتوه او الباتيه او ايا كان، ونجيب الشاي ونجيب اللبانه نحط فيها لبن ونفطر كده. احنا كمصريين ما بنفطرش كده، بنجيب فول وطعميه والدنيا بتمشي وبتبقى حلوه، فبالتالي ده بنجيبه ونحطه في النيش. يعني اول طقم ممكن انت تستغني عنه كعروسه هو طقم الفطار. طب ليه برضه؟ لان طقم الفطار موجود منه هو في طقم الصيني حتى النص، فبالتالي انت ممكن تستغني عنه. طب انت بقى عملت نيش كبير وخلاص واتدبسنا والعريس حلف لا يعمل نيش، فهات طقم الفطار. بس ايه وظيفه طقم الفطار؟ هو بلا اي وظيفه، احنا بنجيبه طبعا احنا مش بنفطر فيه، فبالتالي فبنحطه في قلب النيش. اما الطقم الثالث عندنا هو طقم الاركو بايركس. هو ايه بقى يا جماعه طقم الاركو بايركس؟ وليه اخترنا طقم الاركو بايركس ان هو يكون طقم نيش؟ لان طقم الاركو بايركس مهما كان حلو وهو مش عملي قوي، لان زي ما انتم شايفين بيبقى عباره عن ازاز ابيض وعليه طبعه الوان بالشكل اللي انتم شايفينه ده، فمع الاستخدام الطبعه دي بتتشال. عشان كده لو حطيناه هو بيخش الميكروويف ويخش معانا غساله الاطباق عادي، بس مع الوقت القريب اللي هو مثلا من سنه ل3 سنين بتبدا الطبعه تتاثر وتتشال، فبالتالي احنا بقينا نحطه في النيش عشان خاطر نحتفظ بالموديل بتاعه، نحتفظ بشكله بالوانه تفضل زاهيه. فبالتالي انا من وجهه نظري ان الاركو بايركس مش طقم عملي كفايه للمطبخ، عشان كده بنرحله للنيش. طبعا بتبقى اشكاله ملفته والوانه بتبقى زاهيه قوي علشان خاطر يبقى ملفت وباين في النيش. علشان كده الاركو بايركس بنضيفه في عائله النيش. يعني كده معانا 3 اطقم للنيش، قلنا الصيني وقلنا طقم الفطار وقلنا طقم الاركو بايركس. طب احنا لو هنستغنى عن طقم من الثلاثه ممكن نستغنى عن الفطار عادي جدا، وممكن نجيب الاركو بايركس وممكن نجيب الصيني. ويفضل لو انت عايز تستغني عن النيش كله استغني عن ال3 اطقم وهات الاطقم الاساسيه بتاعه المطبخ في ظل الاسعار اللي احنا بقينا فيها دي.
انا تاجر عادي وبقول لكم الكلام ده لان انا بعيش معاكم نفس الظروف، فعشان كده ما تحملوش على نفسكم وتجيبوا حاجات ملهاش لازمه او تجيبوا حاجات كتير. هاتوا الحاجات العمليه، هاتوا الحاجات الكويسه. انا رؤوف يوسف صاحب سنتر رؤوف، شكرا.